لازم تجربي الاكله دي، اكله المستعجلين. الاستريبس وجنبه شويه رز بالبصل والكركم وجنبه شويه سلطه. لازم تجربيها لو انت ست موظفه، او لو انت راجعه من الدروس تعبانه وهلكانه وعايزه تعملي اكله سريعه للولاد وتبقى مفيده ومغذيه. جربيها وهتدعيلي. اول حاجه، انا اسمي امنيه ودي قناتي، واتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش اللايكات يا حلوين. هنجيب بقى الايه البانيه بتاعنا ونحوله لستريبس. ايه هو المكون اللي هيخليه ستريبس؟ تعالي بقى نشوف مع بعض. هنجيب النص كيلو من البانيه ونبدأ نقطعه شرايح رفيعة زي ما حضرتك شايفة كده. مش هنقطع شرايح سميكة خالص، هو زي ما هو كده بانيه عادي جدا، وهنقطعه كده بالطول زي ما انت شايفة كده. ما شاء الله. اول حاجة هيرمي معاكي كمية حلوة جدا. والرك على التتبيله هتبقى عباره عن ايه؟ هقول لك يا ست الكل. ايه هو المكون اللي هيخلي الاستريبس يكون قوي كده وتكون القطعه سميكه وحلوه وطريه زي ما بنشتريها من بره؟ هقول لك. اول حاجه هنجيب طماطميتين ونبشرهم وننزلهم على الاستريبس او على القطع بتاعه البانيه. وبعد كده هنحط معلقه كبيره من بهارات الفراخ، وهنحط كمان نص معلقه من الثوم البودره. طيب ايه كمان اللي هيساعد على طراوة البانيه وطراوة الاستريبس ويخليه طري كده وجوسي؟ حوالي ربع كوباية من اللبن او الحليب، مش الزبادي. وبعد كده حطيت شوية من الملح وشوية من البابريكا المدخنة وشوية شطة كده صغيرين، ودول حسب الرغبة. وكمان هنحط عليهم شوية فلفل اسود وشوية من الثوم البودرة، والحاجات دي كلها عشان تعزز النكهة وتخلي طعمها حلو. طيب ايه بعد كده اللي هنعمله؟ هقول لك يا ستي. هنقلب الكلام ده كله بالراحه كده مع بعضه، واحده واحده. وهنجيب بوله. طبعا احنا هنا ولا حطينا بيض ولا حاجه. وهنبدا نحط فيها، انا بجيب الفيجيتار ده من عند العطار. هنحط كوبايه من الفيجيتار وعليها كوبايه من الدقيق. انا حطيت هنا كميه صغيره واحده واحده علشان خاطر انا عايزه اتبل واحده واحده، ويبقى في طبقه قرمشه كده وحلوه. هنغطي العلبه ونبدا نرج، ومن غير بقى ولا توسخي ايديكي ولا تبهدلي ايديكي ولا اي حاجه. وهيطلع معاكي معرض كده، وعليه التحريشه او التجريشه بتاعه الستريبس الخطيره. وابداي حمريه، بس اهم حاجه النار تكون عاليه، وبعد كده هدي عليها وقلبي، وهيطلع معاكي احلى ستريبس وطعمه حلو جدا وقطع موفره جدا، ولا هنحط مره ولا اتنين ولا اي حاجه. وزي ما حضرتك شايفه كده من جوه طري وجوسي وحلو جدا جدا وعجب الولاد قوي. وجربيه، وما تنسينيش بقى في اللايكات والكومنتات الجميله اللي زيك. واتمنى ان الفيديو يعجبك. بصي بقى، تعملي جنبه شويه رز، تعملي جنبه بقى توميه، والتوميه موجوده على القناه حضرتك شوفيها. وان شاء الله الفيديو يعجبك وينال رضاكي. وجربيها على طريقتي وهتدعي لي بجد. واعملي بقى جنبه شويه رز بالبصل، جنبه شويه رز بالبسله، والف هنا وشفا، واشوفكم على خير.